شمس FM بودكاست. نحن توا معنا على المباشر سي حمزة عضو مكتب الشورى لحركة النهضة، مستشار لدى سيد وزير النقل في إطار حق الرد على ما كان تفضل به سي محمد على ما تفضل به سي جمال الفرجيني. برشا اوراق قدامي علاش سي جمال الفرجيني عضو الجامعة العامة للنقل بالاتحاد التونسي للشغل وكاتب عام النقابة الأساسية لديوان الطيران المدني والمطارات. سي حمزة مرحبا بك، اهلا وسهلا. مرحبا يا سيدي. إذا بعملية حسابية، شكرا لك سي حمزة، بعملية حسابية صغيرة عندك تقريبا 3 دقائق باش تجاوب فيها على مجمل الكلام اللي قالوا سي جمال الفرجاني، وقال انه وصلت اخبار تعيين سيادتك في منصب كبير في ديوان الطيران المدني والمطارات بعد ما وصلت مراسلة تقريبا نهار الجمعة العشية. شي ردك على الكلام هذا؟ على كل حال انا اسف جدا انه تعطيني 3 دقائق وقت اللي انتم قعدتوا نهارين وانتم تخوضوا في العمليه هذه كذبا وبهتانا، يعني ليس له اساس من الصحه. يعني احنا قعدنا 5 دقائق. دعني اتكلم عايشك، لا تقاطعيني، لا تاخذي من وقتي، يعني انا لا تاخذي من وقتي، دعني اتكلم يا عايشك. اعطيتني فرصه. لا ما غنيش متشنج، لا بدون استفزازات يا عايشك. هذا الذي قاله هذا الكاتب العام للنقابه الاساسيه ليس له اساس من الصحه، لانه لو رجع الى وزارته واخذ كل المعطيات لوجد ان هذا كان كذبا وبهتان وليس له اساس. انا متمتع بالعفو التشريعي العام ويذهب الى 51 ناجي شرح خير الدين باشا ليجد اني قدمت منه عفو في حقه في الانتداب المباشر، وقد اخذ هذا وقتا طويلا حتى جاءت قائمه الى الوزاره، ونحن عندنا تقريبا 64 من جرحى الثوره و84 من المنتفعين الى حد الان بالعفو التشريعي العام في الانتداب المباشر، وانا ضمنهم. والقائمه التي اتت فيها 10 اشخاص انا ضمنهم. وعادة عندما ياتي هذا الخطاب الى اداره التخطيط والدراسات يقع في استشاره المنتدب اين يريد ان يذهب وامكانيات الجهات التي سيرسل اليها في فروع وزاره النقل. وهنا طلبت ان اوصل الى ديوان الطيران المدني وحتى ينظر في احتياجات هذا الديوان ثم يرجع الى الوزاره ثم الى الوزاره الاولى. لا وزير النقل له دخل في هذا التعيين ولا احد. هذا قانون وقد جاء بامضاء من رئيس الوزراء من رئيس الحكومه وجاء الان وذهب الى الاداره العامه للنقل البري، ليس الاداره العامه للطيران المدني. ليس هناك تعيين لا في مدير عام ولا في مساعد مدير عام ولا في اي شيء. هذا كله كذب ما زال الى حد الان. الاداره العامه للطيران المدني تنظر في احتياجاتها. انا ستضعني ان كان لي لكن عندي سؤال سي حمزه من فضلك، سؤال هنا. النقطه الثانيه قبل ان تقطعي سؤالا، النقطه الثانيه التي اريد ان اعلم الرجل ان كان فعلا يعمل لصالح العمال ويعمل ويدافع عنهم وعن حقوقهم كان يجب ان يعرف انني من المضطهدين لمده 40 سنه ومحروم من حق العمل في الاداره العامه في الاداره الوطنيه، وامثال الكثير. انا 30,000 او يزيد، واليجب عليه ان يدافع على هؤلاء المحرومين وعن حقهم في التشغيل، لانه نفسه ممن وظف اسقاطا من وزير النقل ونفسه ممن فرض فرضا على الاداره العامه للطيران المدني حتى يكذب ويدفع ويوصل لشحن كما فعلوا في البورد سابقا احد العناصر النقابيه المخربه لطلب شهرت من وراء البورد 5 ايام وتخسر الدوله 3000 مليار، وعند ذلك الان يريدون نفس الشيء. فهم شوقا متماسكه لضرب اهداف الثوره وضرب تحقيقها وضرب هذه الدوله. معناتها سي حمزه بالنسبه ليك انه سي جمال الفرجاني وهو عنصر نقابي، انت قلت احد العناصر النقابيه المخربه. على كل حال السؤال هنا العناصر النقابيه المخربه، السؤال نجم نطرح سؤال سي حمزه، نجم نطرح سؤال بالحقائق كما هي. انا عندي مدير في القضيه في هذه القضيه كذبا، والصحفي التي جنبك هذا الذي هو من ايتام ابن علاء. لا من فضلك، لا سي حمزه، لا سي حمزه، لا عاد سي حمزه من فضلك، لو هكا باش نضطروا لقطع المكالمه، انا نحكي وسيادتك تحكي وما نجموش نتواصلوا الحل هكايا. قلت انه هذا في اطار الانتدابات في الوظيفه العموميه هكا ولا؟ نعم. في اطار الانتدابات وانك متمتع بالعفو التشريعي. نعم متمتع بالعفو التشريعي في الاداره العامه للطيران المدني بعد. لكن هنا سؤال، هل باش يتم تعيينك في منصب اداري والا منصب لا تنطي الا وفق السلم الاداري، وانا سادخل حديث العهد في الاداره، فكيف لي ان اتقي واقفز على كل هذا
وواضح مدير عام او نائب مدير عام او حتى رئيس واضح. شكرا لك. شكرا لك سي حمزة. بارك الله فيك على كل التوضيحات. كان معنا سي حمزة. شمس FM بودكاست.